السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو تاعي. اليوم باذن الله ندير لكم لاكيش بالسلق والدجاج. نوري لكم. نبداو بالمرحله الاولى هي تاع لاباط. عندنا هنا 250 غرام فرينه، عندنا حبه بيض، عندنا هنايا 125 غرام تاع زبده دايبه على حسب حراره الغرفه، عندنا هنا مغرف صغيره تاع ملح، وهنايا عندنا 4 مغارف ماء، ومن بعد نشوفوا على حسب الفرينه تشرب ولا ما تشربش. نبداو على بركه الله. الفرينه تاعنا هنا نديرو دابا الملح، بعد نديرو هذيك الزبده، نديرو هذيك حبه تاع البيض هنا، نضربوها، نديرو معاها نص هذاك 4 مغارف، نقولوا غير زوج، ومن بعد نشوفوا هكذا، نضربوها هكذا، ونبداو بسم الله نخلطوا هذيك الزبده مع الفرينه باش نرملوا لاباط تاعنا. بعد ما رملناها كما كتشوفوا هكذا هذيك الزبده، دروك نديرو هذاك البيض والماء، نخلطوا، نديرو شويه ونشوفوا باش ما تجيكمش جاريه بزاف. هكذا شوفوا الا سحقت نزيدو. خصنا غير شويه برك هكذا، هذه تكفي. صافيكم تشوفوا باللي ما كملش كاع ديك الحبه تاع البيض والنص تاع الماء. هكذا كملناها. دروك نجيبو بابي فيلم نغطوها به ونخلوها تريح في الفريجيدير لمده نصف ساعه، ومن بعد نجو للمرحله الزوجه. المرحله الزوجه عندنا صدر تاع دجاج نقطعوه مرصوات صغير كما راكم شفتوا، عندنا مغرف مارغرين، وعندنا مغرف زيت، وعندنا هنا فلق ثوم صغير قطعته صغير لاخاطش ديجا فورت السلق بالثوم، وهنا حبه بصل صغيره ثاني قطعتها. هنا عندنا شويه ملح، شويه كركم، شويه سكنجبير، وشويه فلفل كحل. عندنا هنا السلق اللي كنت نقيته مليح وفورته بفلوقه ثوم، ومن بعد وزنته بالملح وشويه فلفل كحل. نخلوها على جهه هذا راه طيب. دروك نروحو نطيبوا هذا الصدر تاع الدجاج. دروك نديرو ديك المغرف تاع الزبده تاعنا، نديرو مغرف زيت هكا، نذوبوها، نديرو هذاك البصل والثوم يتقلاو، نديرو هذاك الدجاج، نديرو له ليزيكيس، هكا حتى يطيب، ونعاودو نروحو للمرحله الثالثه. بعد ما طاب لي الدجاج تاعي دروك نحطوه هنايا يبرد، نحطوه مع السلق هنا ونخليه يبرد، ونجوزو نحلو لاباط باش نديروها طيب. فوالا بعد ما ريحت لاباط تاعنا دروك نحلوها. لا شويه فرينه نسيو نحلوها على حسب المول تاعنا. انا عندي هذا بعد اللي دهنته كاع بالمارغرين،
شوفوا المول تاعنا نقيسوه هكا سي بون. دروك نرفدوها باش نحطوها في المول غير بشويه باش ما تكسروهاش هكذا. نسيو نقلبو هادوك اللي يجونا شويه زياده، نعاودو ندخلوهم للتحت هكذا باش ما تجيناش الحاشيه تاعها طريه بزاف تتكسر لنا كي طيب. جات هكا شويه بزاف نحوها ونخلو هذه اللي شويه ونديرو لها هكذا، نقلبوها هكذا. بعد ما سقلناها هكذا نجيبو فرشيطه ونطبقوها هنايا، نكونوا شعلنا الفوغ على 180 درجه لمده 10 دقائق ولا ربع ساعه قبل، ونديروها طيب. كي تولي طيب شويه يدخلها طيب ماشي كومبليتوم، نعاودو نجبدوها. دروك نبداو على بركه الله لاباغي تاعنا. نديرو هنا 250 مليلتر تاع حليب هكا، نديرو 3 حبات بيض، نديرو بانسي تاع ملح برك باش ما نملحوش كلشي، راه كلشي فيه الملح. ونديرو غير بانسي تاع حرور هكا سي بون. نديرو هذاك هنا عندي 6 بورسيون فرماج هكا، ونضرب كلشي في رحبه حتى نخلطهم كاع، ندوب الفرماج كلشي في الحليب والبيض. بعد ما طيبتها جوست 10 دقائق واش نديرو دروك؟ نبداو بسم الله. نديرو عندنا هنا لي طوماط، انا اخترت هذوك صغيرين قطعت لهم غير الراس تاعهم هكذا باش نزوق بهم، وعندي تانيك شويه زيتون دي نوايوتي قطعته هكذا صغير. دونك نبداو بالفرماج نديروه من تحت، بعد نديرو السلق نقسموه هكذا. دروك ندير هذاك الدجاج تاني نفركتو كاع البلا، نزيد ندير هذاك الزيتون، ندير كاع في الجوانب هكذا باش ما تجيناش خاويه. دروك نديرو هذوك لي طوماط باش نزوقو بهم، نديرو لهم هكذا ندير وحده في الوسط يكفي هكذا. دروك واش نديرو؟ هذيك لاباغي تاعنا الحليب والبيض والفرماج بقات لي زياده، تقدري ميم بقات لي لاباط شويه زياده تقدري ديري دي تحتولات صغار تكملي بها. نديرو هنا الفرماج اللي بقى لنا، ونعاودو نرجعوها في الكوشه نخلوها حتى طيب نشوفوها حمارت من الفوق باش نجبدوه. هاي لاكيش تاعنا راهي واجده، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم.
الا عجبتكم ديروا لي اشتراك في القناه تاعي، وان شاء الله فيديوهات واحده اخرى. الى اللقاء.